السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الأعزاء، حديثنا اليوم عن منصة تواصل للوفاء للقيادة المغربية شموس 365 بالتعاون مع الذكاء الاصطناعي. هذه المحطة محطة الوفاء والولاء والعطاء والأمن والأمان والسلام في الأوطان. هذه المنصة تدار بسواعد مغربية بالتعاون مع الأوطان العربية. تنظم هذه الفعاليات لرسالة الوفاء لسفراء الوفاء والسعادة لإسعاد القيادة من خيمة التواصل العالمية. تنظم هذه الرسالة، وبالطبع المشاركة مفتوحة للجميع من أراد أن يشارك في هذه الرسالة، لأن لدينا الخبرة الكافية في هذه الرسالة، وسبق والحمد لله نشرنا ثقافة الوفاء والسعادة لإسعاد القيادة في المغرب وفي الوطن العربي، وقمنا بتتويج العديد من سفراء الوفاء والسعادة لإسعاد جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، من الشعب الأصيل، الشعب الكريم، الشعب المغربي، من خلال الفعاليات التي قامت بها خيمة التواصل. واليوم بإذن الله سيكون هذه الرسالة لها صدى أقوى، لأن انتشرت، وقمنا الحمد لله بكتاب، أيضا لفنا كتاب في إسعاد القيادات والشعوب، وتم ترجمته بعدة لغات، وتم اللقاء أيضا في المغرب مع جامعة سيدي محمد عبد الله ولمناقشة كتاب إسعاد القيادات والشعوب. وهذا ليس بغريب عن الشعب المغربي الكريم الوفي لقيادته. نحن نتعاون مع أخواننا، وهذا الشعب هو صمام أمان، ودائما الشعوب في ظل الأزمات تكون فعلا أكثر عطاء ووفاء وولاء لقياداتها. وهذا ما نراه الآن في الشارع العربي، كيف القيادات التفت حول شعوبها، والشعوب أيضا التفت حول قياداتها، وهي سنة الحياة، لأن القيادة مفتاح السعادة، والقيادة هي التي تحرص على أبنائها. وهذا ما حدث الآن الحمد لله، نراه في شعوبنا العربية، أن قياداتنا عطاها متميز في ظل الأزمات، وهذه الأزمات ما تزيدنا إلا أكثر وفاء. فهذه المحطة لكل شعب عنده محطة وفاء تدار بسواعد. اليوم هذه المحطة ستظل موجودة، تدار بسواعد مغربية بالتعاون مع المنصات في الوطن العربي. هذا ما أتمنى أراه، أتمنى من أخواني المغاربة إضافة أعيان المجتمع المغربي في هذه المنصة من علماء وكتاب وشعراء وشخصيات مهمة، وتكون أيضا خيمة التواصل موجودة في المغرب بالتعاون مع خيم التواصل، بحيث نفعل هذا التواصل بين الشعوب ويحملون رسالة الوفاء لقياداتهم. هذا ما أتمنى أراه. فلكم مني الشكر والتقدير على جهودكم. مع تحيات أخوكم عبد الله النيادي.